لحد سن كام القبول في الأكاديمية؟ لغايه سن 45 طبعا. ما ممكن في اعمار ما بنقبلهاش، اللي هو سن مثلا ممكن 55، ممكن يعني سن كبير عنده حاجه عنده، عشان برضو يعني سن 45 ممكن 45 ممكن سن 50 صحته كويسه برضو بنقبله عادي مفيش مشكله. حابين برضو نتكلم على التيم، اكيد ورا الاكاديميه تيم عظيم، فحابين برضو طبعا. نتكلم والدعم طبعا اي اكاديميه واي خصوصا مؤسسه بتنجح ما بيبقاش رئيسها هو اللي بينجحها، بيبقى فيه طبعا ناس معاه يعني شغالين هم اللي بينجحوا المكان. ده طبعا حقيقي، خاصه ان في فروع كتير في طبعا فلازم. اكيد. هو مش انا بنفسي، في انا بشرف يعني بنفسي لما بنزل الفروع بيبقى في مدربين، في كابتن يوسف معايا في فرع مدينه نصر، كابتن محمد سعيد، الكباتن المميزه يعني كابتن يوسف كان بيلعب في فيوتشر، الكباتن اللي بيمرنوا معايا يعني بيكونوا يعني دارسين كرة قدم يعني في كلية تربية رياضية، وبيكونوا بيلعبوا بيمارسوا كرة قدم، بيكون كباتن كمان اللي هم الكباتن الصغيرة اللي هو في السن شوية قريبة من سن اللعب. يعني دي بتبقى أقوى لأن الجيل دوت بيبقى عاوز حد قريب من فكره، قريب من سنه. ففي كابتن محمد سعيد، كابتن محمد صلاح، كابتن يوسف، عندي كابتن يعقوب، في كباتن كتير طبعا ما ننساش ما ننساش حد برضه. كابتن احمد جمال، كباتن مميزه طبعا. والتيم جيرلز برضو عشان تيم ايه؟ في بنات في عشان طبعا تيم، في كابتن كابتن حنين، في اوكي. كابتن او كابتن مي، في كباتن طبعا عندي مميزين طبعا الحمد لله.